الحاجة الغريبة انه النادي المصري البورسعيدي يقدم شكوى يطالب بفرض عقوبة منع الاهلي من حضور جماهيره مباراتين على ان تكون اولها مباراته مع المصري يوم الخميس. قال لك ايه؟ عشان الهتافات المسيئة اللي حصلت من جماهير الاهلي. وقلت لكم ده بداية مخطط لايقاع العقوبة بالاهلي، وقد كان هنا عايز صدر قرار طبعا الرابطة، لجنة المسابقات في الرابطة، بإقامة مباراتين للأهلي بدون جمهور للسباب الجماعي من جماهيره. هنا مانيش في عرض يعني سيبكم من المزايدات ان اي حد هيقول لك المخطئ، ما هو المخطئ يعاقب، ما هو ده طبيعي، ما ياما اخطا جمهور الاهلي وياما عوقب. بس فكرة ان انا دلوقتي انا اهتميت اعرف ايه اللي في تقرير الاستاذ عبد العظيم مراقب المباراة وحكم المباراة. حكم هذه المباراة لم يدون أي إدانة لسلوك جماهير النادي الأهلي. كابتن أمين عمر مراقب المباراة أستاذ عبد العظيم كتب بالظبط الجملة دي، أنه في الدقيقة 74 وأثناء إضاءة جماهير النادي الأهلي أجهزة الموبايل هتفت بعض الجماهير بألفاظ مسيئة إلى بورسعيد، وذكر اللفظ، واستمرت الهتافات 50 ثانية، ما كملتش دقيقة. هي لحظة إضاءة الكشاف، وده معتاد وحاصل. بنرفض الهتاف طبعا، لكن أنت لائحتك اللي بتعاقب على مباريات بدون جمهور بتقول الهتاف الجماعي المتكرر أثناء المباراة. ده لا تكرر ولا استمر ولا تمرر ولا أي مصيبة، سوى إنه كان فيه رغبة شديدة جدا لتغييب جمهور الأهلي في المباراتين. ومش عايز والنبي حد يزايد ويقول لك ما حدش بيدافع عن خطأ، بس ما حدش بيقبل بالظلم. لما بيحصل أي خطأ من جمهور النادي الأهلي بنقول إن ده غلط ولازم يعاقب. حتى ال50 ثانية اللي أنا بقول لكم عليها حطها في الميزان النسبي الطبيعي بتاعها. وأنا هنا مش عايز برضه فلسفة، لأنه ده حصل من مراقب المباراة. الجملة اللي أنا قلتها لكم لا اتكررت ولا امتدت ولا استمرت ولا احتواها الشريط الرسمي للمباراة. يعني حتى الشريط الرسمي للمباراة ما جابهاش. هل دي كافية وكبيرة لدرجة انك اللائحة بتقول لك تكرار الهتاف الجماعي؟ برضه يطلع حد يقول لك ما هو جمهور الزمالك اتعاقب. جمهور الزمالك اتعاقب علشان تطاول بالسباب ضد الكابتن امين عمر، تهجم على الكابتن امين عمر بالازايز الميه وهو خارج. كان في محاولات كتيره للتحرش بيه، وهتاف استمر ضد حكم المباراه طويلا. يعني الميزان النسبي للحدثين لا يقارن، سوى انه عند الناس عايزه ما دام اديت عقوبه للزمالك دور على اقرب حاجه واديها عقوبه للنادي الاهلي. وكانت غريبه جدا انه المصري يشتكي فيستمع له على الرحب والسعه بسرعه. ده اذا ما كانش الطلب منه هو اللي يقدم الشكوى كمان بالمره، علشان يغيب جمهور الاهلي عن الاهلي في اهم مباراتين، المصري والسيراميكا. وقلت لكم دي حزمه تحالفات. عايزين تشوفوها حزمه تحالفات؟ ماتش بيراميدز الحكم تعرض لكتير جدا من الاعتراضات من الدكه ومن الجهاز ومن كل حاجه، ودونجا حتى وهو على الدكه وينزل ويعترض ويشد ويجذب. عارفين البيه بتاع لجنه المسابقات الاخ عزت طه او طه عزت عاقب مين في بيراميدز؟ يعني كل الجهاز اعترض، وكل المدير الرياضي ونائب المدير الرياضي واللي ماشي في الطريق ودونجا وغير دونجا ومونجا وكله اعتراضات عنيفه. عارفين اختاروا مين يوقفوه؟ والله ده مدلك. ارجع لتقرير لجنه المسابقات اللي طالع النهارده عن مباراه بيراميدز وفاركو، ايقاف مدلك بيراميدز. راجل غلبان انا مش فاكر اسمه، بس العقوبه لم تشمل بعد كل اللي حصل ده الا مدلك. شفتوا وضع مدلس اكتر من كده؟ يعني بتعاقب مدلك وتمنع جمهور الاهلي كله.